هو انا ممكن في الوقت اللي احنا فيه ده ان انا بربع كيلو لحمة مفرومة اعمل سفرة فطار في رمضان 2026 مشبعة ومغذية وعلى قد الايد؟ ممكن. يلا بينا اقول لكم الطريقة والمقادير. الاكلة اقتصادية وعلى قد الايد وبربع كيلو مفروم، وشوفوا الفيديو واحكموا بنفسكم. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليها افضل الصلاة والسلام. كله يصلي على النبي ولايك للفيديو تشجيعا كده عشان نظبط الدنيا في الفيديوهات الاقتصادية. زي ما انتم شايفين كده عندي 2 بصلاية كبار او 3 متوسطين. حطيت مادة دهنية في الطاسة ونزلت عليها بالبصل، وابتديت ان انا اقلب في البصل بتاعي لحد لما يبتدي ان هو يدبل شوية زي ما انتم شايفين كده. وبعد البصل بتاعي ما بيدبل ببتدي ان انا اضيف الربع كيلو لحمة مفرومة. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اسعار البانيه واللحوم، الحاجة بقت غالية جدا واحنا في ايام دراسة، فربنا يعين الجميع. فهي زي ما انتوا عارفين القناة مش للاكلات المبالغ فيها، العنوان باين من اوله، دي للوجبات الاقتصادية. زي ما انتم شايفين كده قلبت البصل وقلبت اللحمه المفرومه على قد ما اقدر، اعلي النار تحت الطاسه عشان اللحمه المفرومه تاخد صدمه معايا وما تنزلش الميه بتاعتها. بعد اللحمه المفرومه بتاعتي ما استوت خلاص وخدت الصدمه، ببتدي ان انا انزل جزر مبشور. الجزر ده هنزلها لكم، انا عارفه ان انا متاخره في فيديو التجهيزات، بس عامه رمضان غير رمضان الحاجات دي بتنفع جامد جدا. هنا حطيت فص توم بالعدد كبير وده اختياري، بس حرفيا بيدي للعصاق طعم وريحة في حتة تانية. وزي ما انتم شايفين هبتدي ان انا احط التوابل كانت ملح وفلفل اسمر ومرقة وبهار مشكل وكزبرة ناشفة. ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة ومرقة وبهار مشكل. العصاق خلاص جهز وسبته على جنب. في حلة على النار حطيت معلقة سمنة ونزلت ببصلاية متقطعة مكعبات كبيرة وجزراية وفلفل كوبي احمر بارد، الكوب العادي يا جماعة، احمر اخضر المتاح والموجود عندك. وحطيت 2 حبة طماطم، نزلت ببصل وجزر وفلفل وطماطم وتوم، اديتهم تشويحة على البوتاجاز مع السمنة في الحله بتاعتي. وبعدين نزلت بكوبايتين عدس غسلاهم كويس قوي، اهم حاجه نشطفهم كويس جدا. وبعدين بديهم تشويحه كده على النار. الخضار والعدس مش لازم يدبل وياخد لون والكلام ده كله، يعني انا بس تشويحه كده بسيطه بالسمنه. وبعدين بحط العدس وبحط عليهم ميه مغليه، بس كميه الميه المغليه كتيره لان دي شوربه. هنا عندي بقى هريسه شطه اللي هي الفلفل الاحمر سبايسي على بارد، يعني 2 سبايسي على بارد. وعندي 2 طماطميتين كده، بصوا زينا زي اي حد في بيته في دنيته. السلطه ما عندكش طماطم ما عندكش خيار، الكيلو الخيار ب30 جنيه، وعايزه تعملي سلطه 1 طماطم زي ما انتم شايفين وضبطهم كده كانوا قدام في التلاجة ونزلت عليهم بالخلطه دي بديل للسلطه الخضراء وطعمها تحفه جدا. فيها حبه توم بس التوم قليل جدا فيها، ومعاها هريسه شطه برده على حاميه وخل وليمون وملح وكمون وفلفل اسمر. وكده عملنا طبق طماطم مخلله، بصوا زي الكتاب ما قال، فظيع فظيع وحلو جدا. هنا بقى عندي توم مع خل مع ليمون مع ملح مع فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، واكتر حاجه الكمون. ناس عايزه اقول لكم كميه التوم مش كتيره لان انا عامله حسابي ان الناس بعد الفطار عايزه تقوم وعايزه تصلي وفي تراويح وكده. ده بنجر مسلوق، طبعا البنجر مفيد ومغذي جدا، يعني اعتبري طبق البنجر ده بديل المخلل، بدل ما تجيبي مخلل مجهول المصدر ويا عالم معمول ازاي، لا البنجر افيد واطعم بكتير. حطيت ميه على النار في الحله وحطيت معاها شويه ملح وشويه زيت ونص كيلو مكرونه قلم، سبتهم يتسلقوا. وادي العدس بتاعي بعد ما جهز برد ورحت ضرباه في الخلاط، كريمي حاجه كده فاخر من الاخر تحفه. حطيت عليه ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه ومكعب مرقه وقلبتهم زي ما انتم شايفين، وحطيت رشه خفيفه من السبع بهارات وحطيت كركم على فكره في الاول. عايزه اقول لكم شويه شوربه عدس زي الكتاب ما قال،
ولا هقولك شوربه ولا اي حاجه. عملنا شوربه عدس خطيره 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 خطيره. وحمصت جنبها كمان رغيف عيش كده عادي، هوريكم شكله في الاخر في التقديم. وحطيت التوابل وقلبتها وهرفعها على النار. وعملنا شوربه مغذيه ومفيده ومكوناتها موجوده في كل بيت. هنا على النار هعمل شويه بشاميل على السريع، المادة الدهنية بتاعتك وشوية دقيق كده بنديهم تشويحة على النار بحيث ان الدقيق يطلع الرطوبة بتاعته. وكان نص كيلو حليب خالي الدسم، مش هقولك كامل الدسم والله كان خالي الدسم. وبكمل مية عادي يعني مش مشكلة خالص. تمام. وبقلبهم كويس جدا جدا مع بعض كده لحد لما البشاميل يبقى قوام كريمي. احنا بنحب البشاميل يكون خفيف يا جماعة. هنا دهنت الصينية سمنة وحطيت فيها شوية البشاميل بالمكرونة. زي ما قلت لكم احنا بنحب المكرونة البشاميل بتاعها الصوص يكون سائل. وحطيت بقى ايه طبقة العصاج بتاعتنا اللي ريحتها خطيرة. وبعدين نزلت بباقي كمية المكرونة وبعدين نزلت بالبشاميل في الاخر. انا عايزاها تكون جوس يا جماعة، عايزاها تكون سايحة ونايحة كده، مش عايزة البشاميل يبقى تقيل واقطعها تبقى قطع سميكة، لا عايزه طبعا تتقلي البشاميل اكتر من كده. دي اذواق، اعملي اللي يناسبك وكل واحد في ذوقه في الاكل. انا عايزه اقول لكم هي شكلها كريمه اهي من قبل ما تدخل الفرن. هدخلها الفرن وكده يبقى جهزت معانا. من ضمن التفريزات فيديو التفريزات اللي ان شاء الله هنزله لكم، انا عارفه ان هو اتاخر بس حقكم عليا. دي شويه سمبوسك عملناها بالجبنه الموتزاريلا اللي هي الاقتصاديه. عارفين حشوه الموتزاريلا الاقتصاديه دي اللي ماليه اليوتيوب؟ عملت بيها سمبوسك وفرستها وبطلع الطبق كاتبه على كل طبق الحشوه بتاعته ايه. بطلع الطبق زي كده وباخد منه قطع السمبوسك اللي انا عايزاها وبدخلها الفرن. بجيب صينيه بدهنها زيت واروح دهنه السمبوسك بفرشه زيت كده وادخلها في الفرن. مش بحمرها في زيت يا جماعه وبتطلع جميله وتحفه. هنا زي ما انتم شايفين ادي السلطه يعتبر والمخلل بس حاجه اقتصاديه وبمكونات بسيطه وكمان مفيده جدا سواء البنجر او الطماطم المخلله. وهبتدي ان انا اغرف الشوربه القمر بتاعتنا طعم وريحه وفايده خطيره. همسح الاطباق طبعا لان العين هي اللي بتاكل الاول واظبط الدنيا. وبعدين هحط ايه عيش محمص كده على كل بولة شوربه زي ما انتم شايفين كده. حاجة بصوا السهل الممتنع، حاجة بسيطة واقتصادية. وعملنا سفرة متكاملة سواء فيها سلطة وفيها ده كمان عملنا سلطات. يعتبر السلطة المخللة او البنجر دول حاجة مفيدة بديل للمخللات اللي هي مش صحية. وشوية شوربة عدس زي الكتاب ما قال خطيرة طعم وفايدة. وادي كمان الجبنة احنا بنحبها كده يا جماعة. عايزة اقول لكم الوضع يتحدث عن نفسه، خطيرة 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 يمكن التصوير ظالمها. ودي السمبوسة كهي دوب دهنة زيت وبدخلها الفرن وبطلعها والحمد لله فضل ونعمة من رب العالمين. هي دي سفرتنا المتواضعة. عملنا عصير، عملت لنا عقد عصير جوافة بالفراولة كان خطير بصراحة. هي دي سفرتنا المتواضعة. قولولي تدوها كام من 10؟ مستنية رأيكم تحت في الكومنتات علشان طبعا رأيكم يهمني جدا. ولو لقيت تفاعل كده على الفيديو لايكات وشوية كومنتات حلوة استنوا افكار لسفر كتيرة اقتصادية. وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة.